تجيبيه ولا تسيبيه. كيلوباترا جربت منه كل انواعه، هرتب لكم برضو بالترتيب اكتر واحد فيهم عجبني مين، سواء في تسليك الشعر او في الترطيب. نبدا بالترتيب: زبده الشيا الاسود، بالثوم ده البينك، بزيت الارجان، وبعدها اخر واحد خضر الصبار. كلهم ممتازين، حجم، كميه، سعر، اقتصاديين، بيسلكوا الشعر حلو جدا. على سعرهم طبعا هقدر اقول ان هم حلوين جدا. في ناس اشتكت انه بيوقع شعرهم، معايا ما حصلش اي حاجه، واكيد ما كنتش هستخدم كل ده واكررهم اصلا لو كانوا معايا بيعملوا حاجه بصراحه. فمعايا كانوا ممتازين. هل الترطيب ده بيدوم بعد الشاور؟ اكيد لا. تشكر على السعر يا جماعه. فيش كينج في منه 3 انواع، كررت ده مرتين وجبت ده مره، وكده اظن عرفتوا مين فيهم اللي عجبني اكتر او ترطيبه كان اعلى بالنسبه لي. الاثنين ترطيبهم بالنسبه لي كان حلو جدا، بيسلكوا الشعر، بيدوا الشعر لمعه، سعر ممتاز، حجم برضو عملاق كيلو. انا بحب الحاجات دي لان طبعا انا بحب ارطب شعري يعني باستمرار شديد لانه بيجف جدا. اديهم 8.5 على 10. قبال قبال قبال. انا حرفيا مجربه منه، يعني عند مامتي كمان لسه في هناك مثلا 3 تاني. انا مجربه كل انواعه ومكرراهم كتير جدا. لو انت بقى عايزه حاجه اقتصاديه مفيش بعد كده، في رينج ال50 جنيه او اقل، عليكي وعليهم. يا ميرا ترطيبهم حلو بصراحه، بيدوا لمعه للشعر لو انت هتعملي حراره. ينفعوا للشعر الدهني، ينفعوا للشعر الدهني، قوامهم خفيف جدا، مش بيلزق الشعر، بيسلكوا الشعر كويس، بيرطبوه كويس. وطبعا حلوين على سعرهم، يعني اكيد برضو مش هعمل لكم البحر طحينه واقول لكم زي مثلا اغلى الحاجات، ولكن طبعا على السعر تحفه. يعني مثلا ممكن ناس تحبه اكتر من مثلا الو ايفا، واكتر من مينك، واكتر من فاتيكان. يلا عشان اكون صريحه معاكم، وارشحه بشده ودايما بتكلم عنه. هقول لكم اكتر حاجات عجبتني برضو منهم بالترتيب. اكتر واحد عجبني اللي كان لونه اصفر بزبده الشيا، بعد كده بالارجان، بعد كده اللي بالثوم اللي لونه موف، بعد كده اللي بالبروتين، وبعد كده اللي بالكيراتين. بس لو اقول لكم حاجه تبتدوا بيها، هاتوا بتاع زبده الشيا او الارجان على طول. كمل بتوع مينك، قلت لكم ان انا جربتهم كلهم.